ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم إما لهم أجران وإما لهم أجر واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال العوام بن حوشب رحمه الله قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض. كيف يتواصى العلماء والسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين؟ أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرشوا الناس عليهم. وفي رواية قال: ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهم. قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. إذا كان الإنسان به مرض في عينه إذا مسها تضررت. هكذا الصحابة.